من العبثيات اللي انا مش عايز اشوفها الفتره اللي جايه هي غياب مصطفى شوبير عن اللعب بشكل اساسي في النادي الاهلي مع المدرب ده او مع اي مدرب تاني. من الحاجات اللي بتمنى اشوفها الفتره اللي جايه هي البحث عن عروض، لو تقدر في يناير تسوق الشناوي، تمشيه الراجل يروح يأمن مستقبله حلو قوي كده عليه، وتطلع سيحه وتطلع الناس اللي موجوده عندك تحت، يبقى في حارس بديل لشوبير. اتمنى ان ده يحصل الفتره اللي جايه، لان بجد انت محتاج اثبات اكتر من كده ايه بالمستوى اللي قدمه شوبير النهارده واللي بيقدمه كل ما بيلعب ماتش مع الاهلي، علشان الراجل دوت يستمر في حراسه مرمى النادي الاهلي. يلا على الماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحه وفي افضل حال، ودايما يا رب يديم عليكم نعم وفضل. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بفضل الله اولا واخيرا، وبفضل تالق شوبير النهارده في المباراه، الحارس التقيل اللي بيشيلك في الظروف الصعبه اللي زي كده، الأهلي بيتعادل وبيكسب نقطة من بره أرضه. وهفضل أقولها، أيوة بيكسب نقطة بره أرضه من فرقة شبيبة القبائل، اللي لو كان عندها مهاجم بيفنش بس نص كواليتي ربع كواليتي، كان الأهلي النهاردة شال تلاتة. هتقول لي ما تأفورش يا إسلام، هقول لحضرتك ليه. كمية الهجمات والراجل والمباراة لمباراة النهاردة هو مصطفى شوبير. كمية هجمات غير عادية بتروح لمصطفى شوبير، ورغم ان الفرقة دي ما تجيش ربع قيمة التسويقية للنادي الاهلي، ولكن بتقدر تحرج النادي الاهلي وتلعب عليه ماتش كبير، سيطرة واستحواذ وفرص زي ما هنيجي كمان شوية. فرقة ضيعت كل حاجة، عملت كل حاجة، المفروض انها بس كان ناقصها تسجل. كورة في القايم، كورة فوق العارضة، كور بيشيلها مصطفى شوبير في غياب فرقة النادي الاهلي. للناس اللي متابعاني وعارفاني من ايام التيك توك، انا بتكلم الكلام ده من بدري وقلت يسترب ما ينفعش للنادي الاهلي. بس الكلام ده ما كانش على يسترب تحديدا، كان على ريبيرو من قبل كاس العالم للانديه. يا جماعه اختاروا بروفايل والجنسيه اللي تنفع معانا. احنا كمصريين بينفع معانا الجنسيه البرتغاليه، ما تدورش بقى بره. انت جبت مدرب واحد بلجيكي نفع معاك، ما تدورش تاني. في جنسيه، الجنسيه البرتغاليه هي اللي بتنفع معانا. هو ده المدرب. الاهلي ولا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحه ولا تنظيم ولا وقفه في الملعب ولا كره بتتلعب، ولا حد عارف واجباته ايه، ولا حد عارف هو عايز ايه، واعداد بدني سيء جدا للنادي الاهلي. ولولا بركه ربنا، حتى انا قلت لك بركاتك يا شوبير، ده عنوان الحلقه ليه؟ علشان لولا فضل ربنا وشوبير، بعد كل العك اللي لسه قاله لك من شويه ده، كان زمان الاهلي شايل ثلاثه على الاقل بالمستريح. الاهلي مفيش غير كوره واحده بس في الدقيقه 75 عمل هجمه وغلطه من الدفاع، وصلت لرمضان، شاطها رجعها مصر قبل ما الفرقه كلها ترجع. اللي جاي على الاهلي في الماتشات هيبقى صعب بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. دفاع الاهلي تعبان جدا، رغم ان الاهلي مدعم في يناير باك يمين احمد عيد. طب ده باك يمين ده يلعب للنادي الاهلي؟ مدافع عمرو الجزار جايبه وهو مصاب، طب ما كان قدامك وهو سليم وهو في المحله، ما جبتوش ليه؟ طيب، جايب واحد زي بالعمري، الراجل الكلام اللي طالع انه مش مقتنع بيه، اصله لسه ما تأقلمش، اصله لسه مصاب. وكلام تاني يطلع يقول لك الراجل اصلا جاهز، والراجل يستر مش مقتنع بيه عشان كده مش عايز يلعب. تصدق مين؟ تكذب مين؟ الحاجة الوحيدة الحقيقة الثابتة اللي انت تقدر تشوفها وتحط ايدك عليها هي اداء النادي الاهلي. ما بت... وتحديدا في الجزء الهجومي. الجزء الهجومي ما تعرفش يعني النهارده نخش على ماتش. النهارده الاهلي لعب بتشكيل فيه مين؟ لعب في تشكيل فيه شوبير في حراسه المرمى، على اليمين محمد هاني رجع النهارده بعد الماتش الكارثي اللي كان عامله احمد عيد في ماتش البنك الاهلي. لعب بياسر ابراهيم، لعب بياسين مرعي، لعب بكوكا للاسف يعني. لعب في نص الملعب مروان عطيه اللي اتهلك، اللي اتهلك محتاج راحه فتره طويله، لكن المشكله ان في ضغط ماتشات في الوقت الحالي. مش عارف اقول مين اللي يلعب مكانه. ديانج اللي المفروض ان هو خلاص مشي، هو خلاص مشي وانت مستفيد بيه، وهعمل حلقه لوحده وهقارن بينه وبين زيزو بس مش دلوقتي. لعب بديانج زي ما قلت لك، لعب بتريزيجيه على الشمال، لعب ببن شرقي على اليمين، لعب ببن رمضان في المكان ده. واللي انا كنت بطالب ان بن رمضان يلعب في المكان ده، ولكن بن رمضان ما ينفعش للنادي الاهلي، وتحديدا لانه راجل اجنبي وبياخد بالدولار، والمفروض ان هو جاي من اوروبا، والمفروض ان هو اساسي منتخب تونس.
ومروان عثمان طبعا مهاجم، نزل كيمويتش ونزل حسين الشحات بعد اصابه تريزيجيه في اخر الشوط الاولاني، ولكن بلا فاعليه وبلا اداء كويس. معرفش بصراحه، هو المفروض النادي الاهلي آه، يعمل ايه مع كل المصاريف اللي بتتصرف وكل الفلوس اللي بتدفع علشان يدعم. انا هقول لك على حاجه، انا هنا بتكلم بصوت المشجع، سواء كان مشجع الاهلي او مشجع الزمالك، انا بتكلم بصوت النهارده مشجع النادي الاهلي. تعمل ايه دي مش قصتي، تعمل ايه دي مش بتاعتي. الفلوس اللي بتدفع كتير قوي مقارنه بجوده اللعيبه. يعني انت دلوقتي جبت احمد عيد ومشيت عمر كمال عبد الواحد، طب جوده عمر كمال عبد الواحد بالنسبه لاحمد عيد؟ لا، عمر كمال طبعا اعلى. انت جبت لي واحد زي بيكهام يلعب معاك كاس العالم للانديه بشكله الجديد. طيب بيكهام عمل ايه؟ طب مشي من الاهلي ليه ورجع ليه؟ ماليش فيه. النادي الاهلي المفروض يكون فيه افضل جوده، بس العين اللي بتختار اللعيبه. يعني مش هكلمك على مدير التسويق او مدير التعاقدات، سوري، لان مدير التعاقدات ده دور ان هو يخلص الديل. لكن دور الناس اللي موجوده في جهاز الكوره، او المسؤولين عن شركه الكوره، او المسؤولين عن فريق الكوره في النادي الاهلي، او المسؤولين عن اختيار الصفقات ايا كان موقعهم ايه، انه يختاروا لك جوده افضل من كده بكتير. الفرقه بالشكل ده لا يمكن هتوصل لشيء. الفرقه بالشكل ده لو النهارده كانت بتلعب فرقه هجومها كويس، كان زمان الفرقه دي شالت 3 4. الفرقه بتاعت الجزائر شبيبه القبائل خارجه، او ده سوري، داخله الماتش المفروض خايفه من اسمه ومن تيشيرته ومن تاريخ النادي الاهلي. لكن كوره انت جرأت الفرقه عليك، انت ولا منك بتدافع وتلعب على الهجمه المرتده، ولا منك ماسك كوره وتموت اللعب، ولا منك بتعمل ضغط عالي، ولا منك ضغط متوسط، ولا ضغط عالي، وجبت لمشجعينك الضغط، وجبت لهم الامراض بسبب الاداء اللي زي الزفت. اداء مفيش فيه ريحه الكوره. انا بقول لك النهارده انت لو بتلاعب فرقه زي صن داونز كانت بلعتك كتير قوي. لو بتلاعب فرقه زي اسمها ايه، زي الرجاء، بتلاعب فرقه زي الترجي، مع الاعتبار برضو ان الفرقه دي اصلا فرقه شمال افريقيا حاليا ما بقتش زي الاول محتفظه بنجومها. لا، دي فرقه اضعف دلوقتي كتير من الاول. بدأ الماتش الشوط الاولاني تحديدا، نادي شبيبه القبائل مضيع حوالي 3 اجوان، منهم كره في القايم وكره فوق العارضه. شوبير متألق على مدار الشوطين، الشوط الاولاني والشوط الثاني، بس مش في كل مره شوبير هينجدك، خصوصا قدام الفرق اللي بتعرف تسجل، اللي عندها قدره هجوميه عاليه، زي ما قلت لك فرقه زي صن داونز مثلا. الاهلي النهارده خرج باعجوبه وخرج باقل الخسائر، واتمنى ان يكون في قعده مع يستروب يتم فيها اعاده الحسابات، لان من ماتش البنك الاهلي ادارته للمباريات زي الزفت وتغييراته زي الزفتين. وبصراحه انا عندي تعقيب صغير، لان انت لما طلعت تريزيجيه اعتقد نزل طاهر محمد طاهر ولا نزل حسين الشحات، المهم ان طاهر كان في الملعب بعد كده، وتحديدا في الشوط الثاني. الراجل ده يا جماعه هو بيعمل ايه في النادي الاهلي؟ بجد والله، طاهر محمد طاهر بيعمل ايه في النادي الاهلي؟ طاهر محمد طاهر ايه الاداء اللي قدمه على مدار مثلا من وقت تعاقده لغايه دلوقتي؟ بقاله قد ايه؟ 4 سنين؟ 3 سنين؟ 5 سنين؟ بقاله قد ايه في النادي الاهلي؟ وايه الاداء او ايه الطفره الهجوميه اللي بتزيد؟ المشكله مش في كده، يعني هو المشكله والغريب ان المديرين الفنيين الاجانب بيلعبوه. طب هو مؤدب؟ طب هو في حاجه بتحصل في التمرين احنا ما نعرفهاش؟ يعني عشان ما نبقاش ظالمين للراجل، اتمنى ان تدريب النادي الاهلي وتحديدا التقسيم او التراي ماتش يبقى حاجه منها حتى تبقى متسجله تتذاع، فاهم؟ عشان نشوف مثلا يمكن، اصل طاهر في حسابات كل المديرين الفنيين مصري واجنبي، ودي حاجه غريبه جدا. على العموم النادي الاهلي كده كده صعد، لان كمان الجيش الملكي فاز على يانج افريكانز بجول 1-0، وصعد الجيش الملكي وصعد النادي الاهلي لما بعد دور المجموعات. اتمنى يتم اعاده ترتيب الاوراق جوه النادي الاهلي، لان بالمنظر اللي انت شفته النهارده ده، وبعد خروج الاهلي من الكاس، وبعد خروج الاهلي من الرابطه، بقى عندك الدوري وافريقيا. البطولتين دول هما البطولتين المفضلين للنادي الاهلي، فبالتالي المفروض يكون التركيز عليهم اكتر من كده. في لعيبه محتاجه ترتاح زي محمد هاني ومروان عطيه وياسر ابراهيم، في لعيبه تانية محتاجه انها تاخد الفرصه، في لعيبه تانية محتاجه تطلع بره التشكيل خالص. لازم النادي الاهلي والمسؤولين عن جهاز الكوره وشركه الكوره في النادي الاهلي وكل ما هو مسؤول يقعد مع الراجل ويرتب الاوراق من اول وجديد، ويوكل النادي الاهلي الصعود، ويوكل جمهور النادي الاهلي الصعود. اشوفكم على خير، شكرا ليكم.